في وصفة النهاردة هنعمل أحلى وأجمل دبابيس فراخ مشوية ممكن تعملوها بالسماق والبصل المكرمل. خطواتها سريعة وسهلة وبتنجز معانا للغدا أو للعشاء. طعمها لذيذ جدا. تعالوا نشوف هنحضرها ازاي. أول حاجة هنجهز التتبيلة. معايا هنا معلقتين من عصير الليمون ومعلقتين من زيت الزيتون. التوابل بقى معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة بابريكا ومعلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة من الثوم البودر، والمكون الأساسي معانا هنا معلقة كبيرة كده من السماق بس. وهنخلط كل ده مع بعض كويس قوي. بعدين معايا هنا نص كيلو من البصل الأبيض قطعته شرايح كبيرة كده وهنزل بيه في الصينية بتاعتي. وده كيلو من دبابيس الفراخ. هبدأ بقى أوزع عليه خلطة التوابل والليمون والزيت. هنتبلهم كويس قوي مع بعض وتحت الجلد وبسيبهم نص ساعة كده في التلاجة. ممكن تسيبوها اكتر بتكون احلى، بس لو مستعجلين نص ساعة حلوة قوي وبتطلع تحفة برضه كده. بعد ما سبتها نص ساعة في التلاجة هضيف عليها بقى كوباية مية وهغطيها بفويل وهدخلها فرن سخن على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200. هتقعد حوالي نص ساعة وهخرجها اقلبها على الوش التاني وتقعد نص ساعة كمان. هتطلع بالشكل ده كده. كانت استوت وريحتها وطعمها حلو قوي. هستنى تجربوها وتقولي لي رأيكم، وبألف هنا وشفا مقدما.